انا لو خايف كنت ايه اللي هيرميني واطلع واحط نفسي قدام المدفع عشان اوعي امك وافوقك؟ ما انا كنت قعدت عشت حياتي هنا فخفخينه وزي الفل، احلى دلع هنا. ولا انت ما تعرفش انا سايب يالا عشان ادي افوق امك واديك المعلومات دي؟ انت ما تعرفش انا سايب ايه؟ ده انا سايب الدنيا كلها، انا في امريكا يالا. يالا ده انا في السهر والدلع والدنيا والشهوات كلها والنسوان كلها والخمور. الواحد بيحاول يحافظ على ده يا ابني. انت قدامك هنا كل حاجه، معنى ان انا اسيب كل الحاجه دي عشان اجي اوعيك واحط نفسي قدام مدفع ويعني والتهديدات اللي بتجيلي دي الواحد يصرف نظر عنها، وتيجي تقول لي بعد كل ده ان انا خايف؟ امال لما كنتش خايف كنت عملت ايه؟ عارف مين اللي خايف يا ولا؟ عارف مين اللي خايف؟ اللي سافر بس قاعد ما بيتكلمش. يعني اي حد عرب او مصري، بلاش عرب، مصري عشان احنا بنتكلم كمصريين. اي حد مصري مسافر في امريكا او في اوروبا وعايش مش بيتكلم، هو ده اللي خايف. انما انا بتكلم وبشتم وبوعيك، ابقى خايف ازاي؟ طب انت تقدر ايام الرسول كنت تقول الكلام ده على الرسول؟ ما هو الرسول برضه عمل زي هو الرسول مش كان مضطهد في مكة؟ بعد كده قام سافر المدينة عشان يعمل دولة ويقدر ان هو يدعو الناس. ما هو وانا عملت ايه غير كده؟ هل تقدر انت بقى لو كنت موجود ساعتها كنت تقول يا رسول الله انت هربت؟ ما تقدرش. انا مش بقول لك كده، مش بشبه نفسي بحد، انا بقول لك عشان تشوف نظرتك قاصرة ازاي. انت مش قادر تعمل حاجة يا ابني ربنا هو اللي قال ألم تكن أرض الله واسعة فيما كنتم، قال لك احنا كنا مستضعفين. استنى يلا اوريك الآية دي. الآية دي خطيرة جدا، خطيرة جدا، ولو سمعتها وتدبرتها تخاف. اسمع: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، ده قرآن يا هلا، قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض. شوف بقى حتى الاستضعاف ده مش هيشفع لك، لازم تتحرك وتعمل حاجة. حتى لو قلت أنا مستضعف يا رب مش عارف أعمل حاجة، ده مش هيشفع لك. فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض يا رب، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. يعني هتقول له يا رب أنا كنت مستضعف يا رب، ما عرفتش أعمل حاجة يا رب، هددوني يا رب، أمن الدولة. ربنا يقول لك ألم تكن أرض الله واسعة؟ ما كانش عندك حتة تانية تقدر تروح فيها تتكلم؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت